بتبدأ الحلقة مع جين ونانا وهم عمالين يدوروا على رايك وبيسألوا الأمن عليه، لكن الأمن بيقول لها إن هم ما شافوهوش وإن هو كان طلع الشقة فعلا بس رجع تاني. فجين بقى ونانا بيقولوا إن هو كده بقاله كام يوم مش بيرد عليهم وإن هو لو هرب هتكون مصيبة كبيرة جدا. لكن فجأة بتجيلها مكالمة وبتعرف إن رايك هناك في مركز الشرطة، ولما بيروحوا هناك الضابط بيقول لها إن هم لقوه هو مرمي في الشارع وبس ما قالهمش على العنوان بتاعه. ولما سألناه قال له هو ما عندوش بيت، فهو بيصعب عليها بقى جدا وبتقول إن هي هتاخده معاها البيت. وجين بيفضل شايله طول الطريق وهو متقطم كده وبيقول لها يا ستي ما نوديه بيت، لكن هي بتقول له ان صعب عليه ان هو يرجع البيت بعد كل اللي حصل ده. غير كده احنا ما ينفعش الولد ده يضيع مننا، لو ضاع مننا قبل المحاكمه هنروح كلها في 60 ده. وبيطلعوا الشقه عندها بعد كده بيقول ايه رايك تخليه عندنا تحت احسن، لكن هي بتقول له ان تحت في شقته في اجهزه تنصت وحاجات ما ينفعش هو يشوفها، لكن هو بيكون متضايق ان هي يعني هتكون معاه في البيت لوحدها. وبيقول لها هو ده السبب بقى الوحيد اللي انت متاكده ان انت عايزاه يفضل عندك علشان، لكن هي بتقول انت قصدك ايه يعني انا دلوقتي المحاميه بتاعته. فبيقول لها انت مش خايفه لا يعمل فيكي حاجه ويطلع فعلا هو المجرم، لكن هي بتقول له اللي انا خايفه منه ان هو بعد كل اللي بيحصل له ده يتحول لوحش بسبب الناس. بعد ما بيمشي بقى جين هي تدخل الاوضه وما بتكونش مصدقه ان رايك عندها في البيت وكمان في السرير، وبعدين بتلاقي ان كذا ملصق موجودين فبتروح علشان تشيلهم قبل ما يشوفها. وهي بتشيل اخر واحد وبتكون ماشيه خلاص بيقول لها ان هي ما تمشيش، فبترجع له بقى وبتشوف ان هو عمال يبكي فبتمسك ايده وبتفضل تطبطب عليه. رايك بقى بيصحى من النوم من هنا وبيلاقي نفسه في بيت غريب فبيروح يشوف هو فين، وبيلاقي بقى انه في المطبخ وهي بتعمل له الاكل وبتقول له انا افتكرتك مش هتصحى. بعد كده بتتملك نفسها وبتقول له اهلا بيك في بيتي، فبيتصدم هو من هنا وبيخاف جدا وبتيجي عشان تقرب له. بعد كده بترمي السكينه لما بتشوف ان هو خايف قوي كده، ولما بتلاقي ان هو مش فاكر اي حاجه بتقول له ان هو كان سكران طينه امبارح وان المركز اتصل بيه، وبتقول له ان هي ما عرفتش توصله البيت لان هي ما كانتش عارفه رمز المرور بتاعه، وفي نفس الوقت ما رضيتش توديه اي فندق هي ما تعرفوش. بس هو بيقوم وبيمشي لكن هي بتروح وراه وبتقول له ان ده استدعاء جاي وانك لو ما رحتش المره دي هما يحتجزوك بجد، وبتقول له لو مش مرتاح وعايز تمشي امشي بس لازم تروح لوكيل النيابه. وبينزل فعلا وجيل لما بيشوفه بيطلع لها وبيقول لها انت ازاي خليتيه يمشي. لكن في الوقت ده بقى بنشوف كوكو وهو مع الطب الشرعي وبيحكي له اللي حصل. الدكتور بيحكي لهم وبيقول لهم ان الضحيه ما حاولش اصلا يدافع عن نفسه، فكده معناه ان الضحيه عارف الشخص ده وكمان بيثق فيه جدا. وبيقول لهم بس الغريب في الموضوع ان بين الضلع الرابع والخامس ضربه سكينه ووصل للقلب على طول، يعني الشخص اللي ضرب في الحته دي هو عارف ان الضربه دي هتموت. لكن كوك بقى بيكون مستغرب وبيقول للدكتور انت قلت لي اللي هو كان شارب جدا ساعتها، ده غير بقى المهدئات والادويه المضاده للاكتئاب اللي هو بياخدها، واكيد مش هتكون بالدقه دي وده شخص محترف اللي عملها. لكن المحقق بيقول له عادي يا عم ممكن يكون ايده اتزحلقت شويه ودخلت كده، بس كوك بيكون شاكك جدا في الموضوع. وكوك بيقول بقى للمحقق احنا كده ما عندناش اي دليل، امال احنا هنواجهه بايه لما نشوف ازاي بقى التليفون بتاع الضحيه مش موجود وكمان سلاح الجريمه وانت قلت لي ما فيش حد ولا دخل ولا خرج. لكن المحقق بيقول له انا عارف ان اللي احنا بنعمله ده مش منطقي بس احنا هنعمل ايه يعني بنشوف الكاميرات والاطار الزمني وبنشوف لو في حد دخل. وبيقول له ان اليوم ده كان في مطره ساعتها وعشان كده في حاجات كتيره صعبه ان احنا نوصل لها بس اكيد هنوصل لها يعني. وكوك بيقول له مش مهم كل ده احنا عايزين بس دليل يثبت على القضيه وساعتها هو يعترف بكل حاجه. هنا بقى بتروح شركه الانتاج وبتسال هناك المساعد بتاع رايك ايه اللي حصل اليوم ده، فبيقول لها ان هو راح ومصدوم لغايه دلوقتي من اللي حصل. وبتساله على المدبره بتاعه البيت وبتقول له ممكن يكون المفتاح اللي هي على طول شايلاه معاها ده ضاع منها في مره من المرات ولقيته مثلا، لكن هو بيقول لها ان هو واثق فيها وان ده ما حصلش ابدا وان هي شغاله هنا بقالها 10 سنين وما فيش اي حاجه حصلت. وبعدين بقى بيوديها عند الرئيس بتاع الشركه اللي اول ما بتقابله بتاع وبتقول في نفسها ان ده اللي كان بيخليهم يشتغلوا ليل نهار وما بيديلهمش يوم واحد حتى راحه، وعلشان كده غني وعايش في رفاهيه وما بتكونش طايقاه. الرئيس بيقول لها ان احنا فعلا رجعنا العقد بتاع ريك بس ما نفذناش اي حاجه، لكن هي بتقول لي هي شافت حد من الصحفيين كتب ان انتوا خلاص لغيتوا العقد، بس هو بيقول لها احنا عملنا الحركه دي عشان نهدي المساهمين اللي في الشركه. وبتساله انت كنت فين في الليله دي، فبيقول لها انا والمساعد كنا قاعدين مع بعض عشان بنخلص شويه حسابات. وبتساله لو عارفين اي حاجه تانية تكون حصلت الليله دي او رايك مثلا اتخانق مع وسونج في حاجه، لكن الرئيس بيقول لها ما فيش اي حاجه حصلت حتى احنا كلمنا ساعتها وسونج وما كانش في اي حاجه. وبيجي علشان يقول لها الساعه بالظبط لكن في الوقت ده بقيه الفرقه بقى بتيجي واللي اول ما بتشوفهم بتكون مبهوره بيهم هما الاثنين. تبدا بنتها تعرفهم بنفسها وبعد كده بتقول لهم ان هي تسالهم كام سؤال، وبتقول لهم اليوم اللي قبل الحادثه انا عرفت ان انتوا كنتوا متخانقين مع بعض، لكن جاي بيقول لها ان الموضوع ده ما حصلش، فبتقول له كان مطلوب منكم ان انتوا كلكم تظهروا مع بعض في الحفله بس الموضوع اتلغى، لكن هو مش بيرضى يرد عليها. فبترجع وبتساله ايه طبيعه علاقتكم مع بعض، ما بيرضاش يرد تاني. فالرئيس بيقول له ان هو يجاوب، لكن جاي بيكلمها بطريقه وحشه وبيقول لها انا سمعت عنك كتير وعرفت ان انتي بتطلعي المجرمين من السجن والناس كلها مش بتحبك. وبيقول لها ان رايك ده عنيف جدا وان هو حتى اليوم ده ضربنا انا، فبتفتكر كده ان كان فعلا طلع اخبار ان هو ضرب الاعضاء اليوم ده. وبتكون مصدومه كده فيهم كلهم مش فاهمه اي حاجه، وبتسمع في الاخبار ان مامة رايك طلعت واتكلمت وبرأت ابنها، بس في نفس الوقت قالت لو ابني عمل اي حاجه اكيد هيعترف يعني وهيكفر عن ذنوب. بنروح بقى للرئيس التنفيذي وهو بيكلم حد على التليفون وبيزعق وبيقول ان المقر ال 12 دي خسرتهم 10%، لكن بقى في الوقت ده رايك بيدخل وبيقول له ان هو عايز يتكلم معاه. فالرئيس بيقول له انت مش بترد على التليفون بتاعك ليه وانا عايز اعرف ايه اللي حصل
حصل الليله دي، لكن هو بيقول له لو قلت لك يعني هتصدقني؟ فبيقول له على حسب اللي انت هتقوله، انت مش عارف انت خسرتنا قد ايه. لكن هو بيقول له كل همك الفلوس، بقول لك وسونج مات. لكن الرئيس بيقول له اذا كنت انت اللي قتلته ولا لا احنا مش هنقدر نعمل لك اي حاجه الا لما الموضوع يخلص. وبيقول له بدك اتحجز عليه هو والعربيه، وكمان مامتك ماشيه في كل لقاء تتكلم عنه، غير بقى كميه الديون اللي هي واخداها باسمه، وانا بحاول احتوي كل الموضوع ده، فانا عملت اللي عليا معاه. بنلاقي بقى ان انا رايحه مكان مشبوه كده، وبيكون في مامة راي، واللي بيبان ان هي ست مش كويسه خالص، وبتفضل تتكلم على ابنها بطريقه وحشه جدا. ولما النانا بتسالها انت بتعملي كل المقابلات دي ليه، فبتقول لها علشان الفلوس طبعا، واذا كان هو عملها ولا ما عملهاش نستفاد منه باي حاجه. وبتقول لو عمل كده اكيد ابنه هيعترف، وانا مربيه ان هو يعترف على كل حاجه. وبتقول لنانا لو جايه وفاكره ان انا هقول لك على اي حاجه، مش هقول لك على حاجه الا لما في فلوس. وانها بتفتكر ان راي كان مغني اغنيه حزينه، وكان بيقول ان الاغنيه دي عن حياته زمان. وبتزعق لمامته، بتقول لها لو قلت اي اخبار تاني عن ابنك او طلعت في اي مقابلات انا هرفع عليك قضيه، وهسيب كل حاجه في ايدي وافضل ارفع عليك قواضي. بيجي لها بقى في الوقت ده اتصال من جين اللي بيقول لها ان هو كان بيتبع رايك، بس لقاه ان هو ضاع منه. فبتزعق له وبتقول له انه كويس ان هي عامله جهاز تتبع ليه، وبتروح له بقى. بس في الوقت ده كان رايك طالع السلم، وفي 3 شباب بيشوفوه، وبيروحوا وراه علشان يعرفوا اذا كان الكوتش ده اصلي ولا مزيف، وبيكونوا عايزين بقى يثبتوه ويقلعوا الكوتش اللي في رجليه، بس بيلاقوا ان هو رايك، فبيطلعوا التليفون عشان يصوروه. لكن في الوقت ده بيرمي التليفون منه، بيمسكوه بقى 3 شباب في الوقت ده، بيفضلوا يضربوا فيه، وفي الاخر بياخدوا الجزمه بتاعته وبيمشوا. بس بنتنا بقى بتقفشهم وهم ماشيين كده، وبتقول لهم هو فين بقى صاحب الجزمه دي، لكن هم بيكونوا بيكتروا معاها في الكلام، وبيقول لها لو عايز تخرجي يعني معانا في موعد. بس جيم بقى بيجي في الوقت ده وبيسكتهم كلهم، بيضرب ال3 بكل غباء، وبعد كده بيخلي الولد التاني يعترف هو فين راي. فبتاخد الجزمه وبتروح عشان تشوفه هو فين، وبتلاقي يا عيني اللي هو ماسك نفسه كده وعمال يبكي. ولما بتقرب منه بيقول لها ان الصوت عالي جدا وان هو مزعج ومش قادر يستحمله. بيتنفض الشراب بتاعه، وبتقول له انا عارف ان انت بتمر بحاجات صعبه جدا، وان انت عايز تتخلى عن كل حاجه، بس ما ينفعش تستسلم علشان الشخص اللي مات ده نعرف حقيقه موت، ونعرف الحقيقه كامله اللي حصل الليله دي. وبتقول له ان هي هتفضل معاه لغايه ما يعرفوا كل حاجه، وبتمدله ايديها بقى، وهو اخيرا بيطمن لها. بنشوف بقى كوكو وهو بيتكلم مع الرئيس بتاعه، وبيقول له ان مفيش اي دليل دلوقتي على رايك ان هو اللي عمل الجريمه دي، وان هو ممكن يكون مظلوم. فهو بيقول له انت عارف ايه دور وكيل النيابه؟ فبيقول له ان هو يثبت العداله، ولو الشخص بريء فعلا هيقول. لكن هو بيقول له لا، انا دلوقتي بقول لك ان دورك انك تثبت عليه التهم، انت قدامك شخص هو اللي عملها ما عملهاش، لازم تلبسه الجريمه دي. وبيقول له انت عارف انا تعبت قد ايه لغايه ما خليت القضيه دي تبقى من نصيبك، وناس كتيره جدا كانت عايزاها، فما تخيبش ظني بقى وخليك قد المهمه دي. وهو ماشي بقى بيقول له المحاميه اللي ماسكه القضيه دي كانت معاك في المدرسه الثانويه. لكن كوك بيقول له هو انا هفتكر مين ولا مين يعني، لكن هو بيقول ان هي دايما كانت بتطلع المركز الاول. فبيقعد كده ويفتكر، وبيعرف ان هي نفس البنت اللي كان بيتنمر عليها زمان. وفي مركز الشرطه وهما بيفرغوا الكاميرات بنلاقي ان راي خرج من بيته اليوم ده، وانه راح السوبر ماركت عشان يشتري مشروب، لكن خرج منه وهو مش معاه اي حاجه. في الوقت ده بقى رايك بيكون قاعد مع بنتنا ويحكي لها ايه اللي حصل معاه لما كان صغير. كانت مامته شغاله في حانه ساعتها، وكان بيشوفها وهي بتغني في الحانه دي. ففي مره بقى وهي قاعده بيطلع هو بيغني مكانها، والناس كلها بتنبهر من صوته. وساعتها بقى بيكون رئيس الوكاله موجود هناك، واللي بيتفق معاها ساعتها وبيشتري منها. ورايك بقى الحلم الجميل اللي هو يفضل مع مامته في الحانه دي بيختفي للابد، لان رئيس الوكاله ساعتها بياخده علشان يتدرب معاه هناك. بيكبر وبيكون ولد شقي بيعمل مشاكل كتير. بس في الوقت ده بقى بيقابل وسونج اللي بيبقى عايز يصاحبه باي طريقه، وبيحاول على قد ما يقدر ان هو يغيره، وشويه مع شويه بيقربوا من بعض وبيبقوا كمان مع بعض في نفس الفيلم. بيكمل وبيحكي لها وبيقول لها ان احنا اليوم ده قعدنا مع بعض نهزر ونضحك ونشرب مع بعض، لكن هي بتوري له فيديو بتقول انتوا كنتوا بتتخانقوا مع بعض في الفيديو ده. فبيقول لها انت جبت الحاجات دي منين؟ فبتقول له ان هي جابتها من مصدرها الخاص. لكن هو بيقول لها احنا ما كناش بنتخانق مع بعض، احنا كنا منفعلين عشان كنا بنتضارب. وبيقول لها ان هو ما قتلهوش، والذاكره بتاعته اكيد هترجع له. وبيقول لها ان خلاص بيته اتحجز عليه وكل حاجه، فهو بقى يعيش معاها هنا. وهي بتكون مصدومه، وبيقول لها مش هينفع اقعد بقى في فندق عشان الناس وكده بقى، ما انت عارفه، ومش عايزه ابقى لوحدي في مكان انا ما اعرفوش، وانت قلت لي انت هتفضلي جنبي. في الوقت ده بقى المساعد بتاع كوك بيناديه وبيقول له ان في حد عايز يقابله. ولما بيروح بيلاقي ان هي هيجو، وان هي جايه له عشان موعد مدبر. بيقعدوا مع بعض في الموعد المدبر، وبتقول له ان الموعد بتاعنا ممل، ايه رايك نتكلم في حاجه؟ وبتبقى عايز تفتح معاه قصه رايك، لكن هو ما بيرضاش يقول لها اي حاجه بخصوص. فبتقول له اللي انا عارفاه ان هو بريء اكيد. فبيقول لها والله بريء بقى مش بريء، اللي عليه اللي اثبت عليه التهم. لكن طريقته دي بتضايقها جدا، وبتقول له التليفون بتاعك عمال يرن، ممكن ترد عليه؟ بيروح فعلا وبيرد على التليفون، وبيلاقي المحقق بيقول له ان هم قفشوا السواق بتاع التاكسي اللي كان هناك مع رايك في اليوم ده، بس عايزين بقى يستجوبوه وعايزين مذكره اعتقال. وبيرجع تاني بقى عشان يقابل هيجو، لكن بيلاقي ان هي دفعت الفلوس ومشي. رايك بقى في الوقت ده بيكون بيلبس، بس ما بيكونش عايز بقى يروح في حته. بيقول لها ان هو مش قادر يواجه اي حد، لكن هي بتقول له ان المره دي هي الفرصه الاخيره ان هو يشوف صاحبه.
بيراقبه وان هو ما عملش اي حاجه غلط. بيروح فعلا وبيحضر في الكنيسه وكلهم بيكونوا قاعدين وعمالين يبصوا عليه، ولما بيخلص المراسم بيخرج وبيكون الاعلام كله بره وعايز يكلمه، لكن نانا ما بتكونش عايزاه يتكلم خالص معاهم، بس هو بيقول لهم انه مش هو اللي قتله وان هو اكيد هيلاقي اللي قتل صح. في الوقت ده بقى في المركز بنلاقي واحد من المحققين بيبص على الكاميرات وشاف رايك، هو بينده على المحقق الرخم ده وبيقول له بص انا لقيت ايه، واللي بيبقوا مصدومين ان هو ليه مشي من الحته بتاعه الجبل دي ومين الشخص اللي هو قابله. في الوقت ده بقى المدعي العام بيكون قاعد وبيساله انت رحت دلوقتي السوبر ماركت، طب ما جبتش حاجه منه ليه؟ لكن رايك بيقول له ان هو فعلا راح بس ما لقاش الحاجه اللي هو كان عايزها، والمحقق بيقول له انت مشيت ليه بقى من الطريق الجبلي وما مشيتش من الطريق اللي بيودي على بيتك على طول، مع ان صاحبك كان هناك في البيت وانت عايز تروح له بسرعه، ايه اللي مشاك من الطريق الطويل؟ هو بيقول له ان هو يقول كل حاجه هنا علشان ما يبقاش فيه اي حاجه ضده. وبنشوف بقى في المشهد اللي بعديه رايك وهو ماشي وهي ماشيه وراه وبتقول له انت ما قلتليش ليه كل الحاجات دي وان انا كنت ممكن اساعدك، لكن هو بيقول لها ان هو كان ناسي، فبتقول له انت كذاب ما كنتش ناسي ولا حاجه، انت كنت بتكذب عليا، وبتقول له لو في اي حاجه انت خافيها عني قولها لي دلوقتي، لكن هو بيكون ثابت على موقفه وبيقول لها انا مشيت من الطريق الطويل علشان كنت بتمرن، فبتقول له انت متوقع بقى مني ان انا اصدق الكلام اللي انت بتقوله ده؟ في الوقت ده بقى المحقق بيروح لكوكو وبيوري له الفلاشه وبنشوف بقى مين الشخص اللي هو قابله اليوم ده، والمحقق بيقول انا افتكرت الشخص اللي قابله ده هو هيساعده في الجريمه، بس الشخص ده كان عايز يقتله بالعربيه، وبيبان بقى في الكاميرات ان الشخص اللي كان بيقابله كانت هيجو اللي بتنزل من العربيه وبتكون متضايقه منه جدا. في الوقت ده نانا بتكون ماشيه مع راكو ومتضايقه منه وبتقول له ان هو يقول لها الحقيقه، لكن هو ما بيرضاش يقول لها اي حاجه وبتكون هتتخبط، بس هو بيمسكها وبيشدها ليه. في الوقت ده بيلاقي صوت بيندهله وبيلف بيلاقي ان هي هيجو اللي بتيجي وبتحضنه. فيا ترى بقى ايه اللي حصل في الليله دي وايه الحقيقه الكامله؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات الجايه. لو عايزين تشوفوا بقيه الحلقات اشتركوا في القناه ولايك وشير وسلام.